بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه. لا صوت يعلو فوق مباراه منتخب مصر يوم الجمعه باذن الله قدام جنوب افريقيا. ماتش مهم جدا، ماتش قوي. اهميه مباراه جنوب افريقيا الفوز بيها هيديك دفع معنوي اكبر. الناس كلها شايفه وبتتكلم منتخب جنوب افريقيا قوي جامد. الاداء يعني فرص كتير كانت مهدره في ماتش زيمبابوي. شايفين البدايه الحقيقه قدام جنوب افريقيا، الانتصار قدام منافس قوي زي جنوب افريقيا بيديك ثقه ان انا رايح للادوار النهائيه خلاص. يعني انا اقدر اكسب اي منتخب، اقدر العب اي منتخب من الكلاس اف في افريقيا. مش مجرد ان انا كسبت زيمبابوي فخلاص الموضوع اول جوله والكلام ده كله، ان انا يبقى عندي ثقه اكسب اي منتخب كلاس ايه في افريقيا. لذلك الماتش مهم جدا، الفوز بيه مهم جدا جدا. لازم تركيز كبير من لعيبه المنتخب المصري. باذن الله باذن الله نقدر نحقق ان شاء الله الفوز ونكسب. سؤال مهم جدا جدا الناس كلها بتساله من بعد الماتش، شفت كتير من الاستوديوهات التحليليه واسئله للضيوف، هو محمد الشناوي يلعب ولا مصطفى شوبير؟ الناس شايفه ان الشناوي كان مستوى مهزوز بعض الشيء الماتش اللي فات في كوره ولا حاجه. فالناس بدات تتساءل هو محمد الشناوي اللي يلعب ولا مصطفى شوبير اللي يلعب؟ هل نقعد محمد الشناوي ونلعب مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي يكمل؟ انا بالنسبه لي لو حسام حسن لاعب مصطفى شوبير هتبقى مفاجاه الموسم بامانه. نادرا 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 لما بتلاقي موقف زي كده ان انت بعد تاني ماتش بتغير. عشان كده انا بقول لك توقعاتي محمد الشناوي مكمل. توقعاتي محمد الشناوي مكمل في حراسه مرمى المنتخب الوطني. توقعاتي مش هيبقى فيه تغيير في حراسه مرمى المنتخب الوطني، لانها لو حصلت هتبقى مفاجاه كبيره جدا 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 وغير متوقعه. هتقول لي ليه؟ هقول لك الشناوي مع يعني الجون اللي جه منتخب مصر مثلا مش غلطه الشناوي. مفيش كارثه حصلت، مش حد بيرجع له الكوره فقلشت مثلا ولا حاجه. يعني مفيش كارثه حصلت تستدعي ان محمد الشناوي يقعد على الدكه. ده رقم واحد. رقم اتنين ان القرار نفسه ان مدير فني ياخد قرار في توقيت زي ده ان لعيب ان حارس المرمى الاساسي بتاعك بعد تاني ماتش تعادل على الدكه، هتبقى مفاجاه جامده جدا. توقعاتي محمد الشناوي مكمل. كابتن احمد شوبير اكد الساعات اللي فاتت ان مصطفى محمد ومحمد حمدي الاثنين بنسبه كبيره ان شاء الله هيلحقوا ماتش مصر وجنوب افريقيا بعد الاصابه اللي تعرضوا لها. في برنامج تاهيلي وبرنامج طبي محطوط للاثنين دلوقتي. توقعاتي مصطفى محمد هيبقى موجود مهاجم اساسي، لو جاهز هيبقى مهاجم اساسي في تشكيل منتخب مصر. توقعاتي 100%. الكابتن حسام حسن ما تعتقدش انه هيبتدي تاني بامام عاشور، لا هو راجل بعمر مرموش عفوا كمهاجم. راجل تيقن لاهميه وجود مصطفى محمد كمهاجم صريح. لذلك انا متوقع بنسبه كبيره جدا مصطفى محمد هيكون مهاجم المنتخب الوطني لو كان هو جاهز في ماتش جنوب افريقيا. محمد حمدي بصراحه عمل كام اوفر وكام عرضيه الماتش اللي فات 10 على 10 10 على 10. في ناس كانت بتنتقد محمد حمدي في بعض الوقت ولا فتوح احسن، وكان فتوح طبعا لا غبار عليه، لكن محمد حمدي اوفراته جامده جدا. الراجل كذا كوره يعني عايزه بس همسه همسه. الغريبه بالنسبه لي كم الفرص المهدره للعيبه كبيره ولاعيبه دوليه، وفي كور مش حكايه سوء توفيق، لا يعني انت الكوره جايه لك بتتعامل معاها بشكل غلط، تقديرك ليها غلط. البطوله دي ما ينفعش معاها كده يا جماعه. الغلطه في فوره، الجون ما بيتعوضش، الفرصه اللي راحت مش هتجيلك تاني. لازم تبقى مركز 100%. انت ممكن تكسب بنص فرصه، خدت الثلاث نقط صعدت حلو جميل كمل. يعني زيمبابوي منافس سهل. الفرص اللي جات لك ديت وتضيع وتجيب في اخر ماتش ربما لن يتكرر السيناريو في الماتشين اللي جايين. الماتشين اللي جايين جامدين، انجولا وجنوب افريقيا. مش هيبقى فيه مرونه ووقت ان انت تضيع في الثانيه والثالثه وتجيب الرابعه، لا. الكوره جات لك جون. وفي حاجات فعلا اللي هو طب حسام حسن هيعمل ايه؟ هينزل يجيب الكوره يعني؟ هو دي حقيقه يعني هينزل يحط الكوره بدماغه؟ هينزل يشوط الكوره صح؟ حاجات سهله جدا جدا. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده يتحل الماتش اللي جاي ونلاقي السيناريو افضل من كده باذن الله. الناس مهتمه والتركيز مع المنتخب، وفي نفس الوقت الناس بتتكلم عن ماتش الاهلي وماتش اخبار النادي الاهلي واخبار نادي الزمالك. ماتش الاهلي وغزل المحله، خساره النادي الاهلي في النهايه
جهاز الفني النادي الاهلي ما عادش هيحاسبه لو خسر بطوله كاس عاصمه مصر. راجل بيجرب ويشوف وعنده غيابات، عايز يوصل لافضل توليفه، عايز يوصل لافضل عناصر تكون موجوده وتشارك معاه. حاسس ان بعض الناس بتنتقد تقول لك بعد ماتش الاهلي ايه ده وبرشلونه عايز في حمزه عبد الكريم. يا عم ده هيقعد 6 شهور يجي. يا جماعه مش كده، يا جماعه يعني الناس دي ما بتفهمش كوره. والاثنين ثلاثه اللي قاعدين على السوشيال انتوا اللي بتفهموا كوره. يعني برشلونه عشان يقرر ان هو يهتم بلاعب، يعني ما يراقبوش مثلا في تلت ساعه، لا هو بيراقبه بقاله فتره، وشافه في ماتش واثنين وثلاثه واربعه وعشره و15 ماتش لحد ما خد قرار نهائي ان انا عايز اللعيب ده. انت بقى من كنبه بيتكو مع احترامي للجميع ماسك موبايله، ففي تلت ساعه لا اللعيب ده مش، لا ايه يا عم برشلونه مين يا عم، يا عم برشلونه يا عم حتى لو لعيب مش حلو دعمه سنده. ليه دايما عندنا نظريه ان لا مش هيروح، انا محلل فني ومدرب ولاعيب وكل حاجه. يا جماعه نهدى شويه، نهدى شويه ارجوكم. ان شاء الله المفاوضات تكمل. ورسالتي للنادي الاهلي يا ريت نهونا في المفاوضات مع برشلونه، وبلاش نقول احنا عايزين الرقم يا عم حتى لو عاره مجانا. ما انت كاهلي وكزمالك بعض الاوقات بتروح تجيب لعيبه اساسا تستعيرها مجانا. بلاش. هو مش ساعات الاهلي والزمالك لعيب مش عايزه خلاص عايز يتخلص منه بيطلعوا اعاره ويدفع هو جزء من مرتبه. بتحصل ولا ما بتحصل؟ ما هي بتحصل. خلاص طلع حمزه عبد الكريم وخليه ياخد فرصته. خلي بالك طول ما الموضوع بس اللعيبه هو بقى امبارح لا ده حمزه عبد الكريم على السوشيال مش حلو ومش قد كده، شويه شويه انت هتفطس في الصفقه. لو خلصتها بدري خلص بيع وعير وخلص دنيتك. الموضوع لازم يخلص في اسرع وقت. امبارح كان الدكتور اشرف صبحي في زياره لنادي الزمالك، واجتمع مجلس اداره نادي الزمالك والناس اتكلمت معاه في حجم الازمه الماديه والمشكله الماليه اللي النادي بيمر بيها والديون اللي على النادي وايقاف القيد والكلام ده كله. الدكتور اشرف صبحي اكد على دعمه للانديه الشعبيه وان هو هيقف جنب الانديه الشعبيه وسعيه لحل الازمات الماديه للانديه الشعبيه، مش الزمالك بس، الزمالك والاسماعيلي وكله، عشان تفضل الانديه الشعبيه واقفه على رجليها. نتمنى. انا بص فكره ان الزمالك ياخد قرض بقت صعبه، يعني انا رايي بقت صعبه، فنتمنى نلاقي حلول. الحل الوحيد دلوقتي جوه نادي الزمالك هو شركه الكوره، ويا ريت الموضوع يخلص بشكل سريع ما بين مجلس الاداره وما بين الجهه الاداريه. شركه الكوره هي المنفذ الوحيد لنادي الزمالك لحل ازماته الماليه، المنفذ الوحيد لنادي الزمالك لحل مشاكله الماليه، المنفذ الوحيد لنادي الزمالك عشان تفك القيد. جالي كذا سؤال، هو نادي الزمالك ممكن ما يفكش القيد؟ نادي الزمالك ممكن الموضوع يبقى على ما هو عليه؟ بنكلم الناس في نادي الزمالك بيأكدوا لا، ان ايقاف القيد في نادي الزمالك هيتحل باذن الله، وان الكل بيسعى لحل مشكله ايقاف القيد، والكل بيسعى لسداد المديونيه الخاصه بايقاف القيد. لكن انا بالنسبه لي كل الاحتمالات وارده. حبيب قلبي النهارده 24، يعني باقي 6 7 ايام، 24 على نهايه الشهر، ولحد دلوقتي القيد ما اتفكش. فده بالنسبه لي كل الاحتمالات وارده. بالمناسبة مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان توقفت. ليه؟ بسبب ده، بسبب مشكلة إيقاف القيد، بسبب مشكلة الديون اللي على النادي. المنافسة منحصرة ما بين النادي الأهلي وبين نادي بيراميدز على حامد حمدان، وحامد حمدان بيفضل البقاء في مصر بحسب تأكيدات الكابتن إبراهيم عبد الجواد عن الرحيل للخليج. وده معناه إن اللعيب مكمل في مصر، عنده عرضين الأهلي وبيراميدز، عرض بيراميدز الأعلى للاعب والأعلى للبتروجيت، ولكن قلتها وأقولها، اسم الاهلي يزغلل عين اي لاعب. حتى لو بيراميدز هتاخد اعلى بالنسبه له الاهلي وجماهيريه الاهلي وشعبيه النادي الاهلي، وكذلك الزمالك. لو العكس الزمالك وبيراميدز هياخد اعلى، لا اسمه شعبيه وجماهيريه نادي الزمالك هتخليه يفكر ان هو يتنازل عن جزء من مطالبه الماليه قصاد ان هو يكمل، قصاد ان هو يروح النادي الاهلي. توقعاتي سيناريو حامد حمدان خلال ايام هينتهي، خلال ايام هينتهي. النادي اللي عايز حامد حمدان عايزه معاه من اول الشهر، انا عايزه معايا من واحد يبقى موجود معايا في التدريب واجهزه وينتظم ويشارك ويكون موجود معايا في اول ماتش من اول الشهر. لكن ما اعتقدش ان في نادي هيستنى، ان في نادي هيصبر. لا خلاص هو الموضوع لازم يتحسم، وبتروجيت كمان عايز يحسم. اكيد بتروجيت عايز المقابل المادي، هيمشي حامد حمدان يعوضه بلاعب او اتنين ويخلص دنيته. فسيناريو وفيلم حامد حمدان في توقعاتي
هيخلص خلال ايام. مش عارف، استغربت في ناس كانت بتقول لك ده امام عاشور باين وفتوح وكان في مشاده ومش مشاده. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمره، وما حصلش اي مشاده ما بينهم خالص. حتى الكابتن خالد الغندور امبارح في برنامجه اكد ان ما فيش اي مشكله. انا بقى حتى تصريحات اهو البرنامج كابتن خالد الغندور برنامجه ما حصلش اي مشكله نهائي. قال لك المران الاخير طبعا الكابتن خالد الغندور نفى واكد ان الكلام ده عاري تماما من الصحه، وما حصلش خالص ان اي مشكله او اي خناقه حصلت ما بين الاثنين، والعلاقه بينهم هما الاثنين كويسه جدا. لذلك زي ما بقول لك مفيش حاجه حصلت والاثنين زي الفل. مش عارف نوعيه الاخبار دي لازمتها ايه وبتطلع ليه وعشان ايه يعني. بصراحه الناس تهدى شويه يا جماعه. كلنا هو المنتخب الوطني، كلنا في ظهر الكابتن حسام حسن وظهر المنتخب الوطني باذن الله باذن الله باذن الله. ان شاء الله ناخد 3 بونت دول هيحطوك في حته تاني. عارف انت، حته تاني خالص. ماتش زيمبابوي كوم وماتش جنوب افريقيا كوم، انت بتقول للكل مصر جايه تاخد البطوله. عجباني قوي قوي حاله الروح والاستعداد النفسي اللي عامله الجهاز الفني للمنتخب الوطني. بص عجبني جدا، عجبني جدا جدا جدا. انت مدي البطوله حجمها، ومدي للبطوله وضعها، ومدي للبطوله اهتمامها 10/10. التفاصيل الصغيره دي هي دي اللي بتفرق، وهي دي باذن الله باذن الله اللي هتفرق مع المنتخب وتحطنا في حته تاني. كنت قريت يافطه كده مكتوبه نقدر وحواليها صور لعيبه المنتخب الوطني مكان المحاضرات بتاعه المنتخب الوطني مع الكابتن حسام حسن هناك. حته تحفيزيه حلوه، والحاجات دي صدقني الحاجات النفسيه دي بتفرق قوي قوي قوي، وبتعكس قد ايه انت مهتم ومدي البطوله حقها. فيا رب يا رب تكمل على خير باذن الله. ان شاء الله هنكون معاكم في لايفات كتير وجديده الايام اللي جايه، وهنتابع معاكم كل الكواليس اول باول. شكرا.